انا عملت صفقة مشتريات. انا مش مصدقة على اللي انا عملته. عملت جريمة حرفيا، انا عاملة حرفيا جريمة حاليا. عملت صفقة مشتريات كتير قوي بصراحة. كانت في حاجات ناقصاني قوي، وفي حاجات كنت عايزة اجربها واجيبها عشان اعملك عليها ريفيو من غير رغي كتير ومن غير اي حاجة. روحي هاتيلك حاجة تشربيها، وقبل ما نبتدي لو سمحتي انزلي دلوقتي حالا هتعملي لايك الحلو، الكومنت بتاعك الحلو، عندك اي سؤال، وكمان لو انتي اول مره تشوفيني تعملي لي سبسكرايب وكمان شير لاصحابك علشان يشوفوا الفيديو. وخلينا نبتدي الفيديو. كنا المايك عشان اوريكم صفقه. دول كده صفقه، حاجات من نون وحاجات من محل عادي جدا. فانا بصراحه مش عارفه ابتدي منين ولا منين، بس هبتدي بحاجات نون بصراحه، عشان حاجات نون لقط وبشكل مش طبيعي. انا بفتح الحاجه عشان بتاكد على الحاجه كلها ان هي تمام. طبعا الاكياس دي بطلع غلي كله فيها. خليني بقى اوريكم الحاجات عشان متحمسه قوي 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 قوي. تعالوا نبتدي باول حاجه. بصراحه انا كنت هموت عليها ان جينا للحق بصراحه، يعني هبتدي باول حاجه كان نفسي فيها قوي، ولقيت عليها عرض حلو جدا جدا جدا. كانت ب 240 او 250، كانت في الرينج ده. وهي دي. اخيرا اخيرا جبت باليت اي شادو. اخيرا كان نفسي اجيب قوي من زمان باليت اي شادو اللي هي من تكنيك. بصوا الدرجات، بصوا الحلاوه. انا ما شفتش ولا اشوف حلاوه زي كده. انا كان عندي باليت الاي شادو بتاعت زمان اللي هي بتاعت مايت سينما، بس للاسف مايت سينما ما بقتش ألذ حاجه، وغير كده الكواليتي بتاعتها بقت رخمه جدا. يا جماعه التغليف في حته اه بصوا التحفه دي. ايه ده؟ استنوا نفتح بس كده. مع التغليف متغلفه حرفيا من كل حته. عايزه اقول لكم مش اول مره اشتري حاجه من نون. عايزه اقول لكم التغليف بتاع نون بيبقى حلو قوي قوي، وبيبقى خايفين جدا على الحاجه. اوف جماعه بصوا الدرجات عامله ازاي. شايفين؟ بصوا الجليتر، شايفين عامله ازاي؟ تحسوا ان هي تحفه فنيه. حد يفهمني هو ايه ده؟ هو ده ايه؟ انا حاسه عايزه احطها ديكور، حاسه مش عايزه استخدمها بجد. شكلها شيك قوي. ايه دي يا جماعه؟ دي لو اي عروسه روحوا الحقوها ب 240 جنيه من على نون. تحفه. انا عايزه اقول لكم اصلا يعني جينا الحق، انا ماليش قوي في الاي شادو والحاجات دي انتوا عارفين، بس انا عايزه اجيبها. يعني انا جبتها عشان كنت عايزه اجيبها، فاهمين؟ وكنت عايزه بصراحه ابدا احط اي شادو والكلام ده. بصوا انا خايفه بتقع مني بجد. بصوا عامله ازاي تحفه. بصوا يا جماعه الالوان، بصوا خطيره 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 خطيره. فاحنا هنقفلها وهنستخدمها في فيديو تاني خالص. في فيديو صغير بقى هجرب لكم بقى كل الحاجات دي. نشيلها مكانها كده ونحطها هنا عشان بس ما تتكسرش. عشان بجد انا دي انتوا مش متخيلين انا مبسوطه بيها ازاي. انا جايبه الاوردر اصلا كله عشانها. بجد من الحاجات انا مبسوطه بيها قوي. بجد انا مبسوطه بيها قوي قوي قوي. اللي بعد كده جبت البنسينول اليو ريتش اللي هو ده، اللي معمول عليه ضجه. مش عارفه هو ده. هو ده معمول عليه ضجه كبيره جدا، وبيقولوا ان هو مناسب للبشره المختلطه والبشره الدهنيه، وان هو بيدي جلو للبشره وبيرطبها، وفيه هيالورونيك اسيد ونايسيناميد وفيه فيتامين سي. في حاجات كتير جدا جدا. في فيتامين سي اهو 10%، وهيالورونيك اسيد والسيراميد. في كل حاجه. ده بيبقى شكله. جبته ب97 جنيه بالظبط. فهنجربه مرطب للبشره وهقول لكم رايي فيه. جبت كمان الكريم ده من مويست وان اللي هو الفيل يوريا ده، حجمه 100 جرام. سعره تقريبا ب130 120، كان في الرينج ده. انا جايبه لي بقى يا جماعه، اولا بيقولوا ترطيبه حلو جدا، وكمان انا الفتره دي عندي الحته دي كده كلها محبحبه وناشفه، اللي هو بيبقى فيها جلد وزه، عشان طبعا بنسند كتير. فهستخدمه لان هو بصوا يا جماعه تقيل قوي. شايفين هو اصلا هو عامل كده ليه؟ تقيل قوي قوي قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصوا شايفين القوام؟ شايفين هو عامل ازاي؟ هو تقيل قوي قوي قوي. ملوش ريحة خالص. طب ده حاجة كويسة برضو، ملوش ريحة. فانا هستخدمه وبقولكوا رأيي فيه. دي كده اول حاجة معانا. بعد كده جبت الكرباميد اللي هو اللي فيه 10% يوريا، واللي هو اللوشن. جبت اللي هو اللوشن. بصوا اللي هو ده بيبقى شكله. ده كده بيبقى شكله. تعالوا نجربه عشان ده بصراحة كنت عايزة اجربه معاكم. نحط مثلا حتة هنا. هو مش بيكب ليه؟ اهو نحط حته بس كده نشوف الدنيا. واو. لا واو بجد. اولا في نسبه ريحه بس اللي هي اولا مش قويه. ملمسه حلو قوي.
البشره بصوا اتشربته، بصوا الجلو، بصوا الفرق ما بين الايد دي والايد دي. هو ايه ده؟ خطير خطير. ريحته مش عارفين مش زي الكحول والحاجات دي، لا ريحته اللي هو حلو. هو اسمه هيبتا كارباميد، اللي هو اللوشن اللي هو فيه 10% يوريا. كان معموله ضجه حلوه قوي. بصوا لا خطير، انا عاجبني فيه ريحته قوي حلوه. ده لو عجبني هعتمده، بس هو الفكره ان هو حجمه صغير، فهشوف هو هيقعد معايا قد ايه. دي كده كل حاجه انا جبتها من نون. تمام، دي كده كل الحاجات بتاعت نون. طبعا بعلبه الاي شادو بتاعتنا الجميله اللذيذه. دول كده حاجات نون اللي انا جبتهم. ندخل بقى على الحاجات التانية اللي هو الكيس. بصوا يا جماعه، انا كنت رايحه علشان اشتري شامبو، ماشي. فاكتشفت بقى وانا هناك في المحل الحاجات اللي انا جبتها من المحل هتقولوا لي اسمه ايه. المحل بيوتي ستوري يا جماعه، اللي انا بقول لكم عليه بقالي كتير قوي، اللي انا دايما اصلا بتعامل معاهم. هم موجودين في بيبا ومتاح توصيل لاي حته. حاجه انا كنت مكلماكم قبل كده عن الشامبو بتاع ORS، انا جبته تاني. انا عندي واحده هناك اهي قربت تخلص خلاص. من انواع الشامبو اللي بتنضف فروه الراس، حلو جدا. وبالنسبه للناس اللي بتعمل بقى حمام زيوت كتير قوي، بتستخدم زيت كتير جدا زي حالاتي، فالشامبو ده فيه سلفيت بينضف فروه الراس حلو قوي. وده بيبقى شكله كده يا بنات، ماشي. هو بالارجان بينضف فروه الراس حلو جدا ومش بينشفها خالص. ودي احلى حاجه فيه، ان هو ما ينشفليش فروه الراس، يعني كفايه الزيوت. فانا بالنسبه لي الشامبو ده حلو جدا 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 جدا. اسكت؟ لا انا ما اسكتش. انا رحت جبت بقى ايه البلسم بتاعه، عشان البلسم كان بصراحه يعني عايزه اجربه، عشان انا بقالي مده كبيره مش بستخدم بلسم لشعري، بعتمد على طول على الهير ماسك على طول. فقلت خلاص انا هجيب البلسم بتاعهم. وعايزه اقول لكم هو بيقعد معايا كتير جدا. تقريبا الشامبو ده قعد معايا حوالي شهر ونص او شهرين، يعني هو كان فرنج ده ما بيتخطاش عن كده، يعني مش بنكتر عن كده. فهو حلو قوي قوي. اسعارهم كل ازازه فيهم كانت ب90 جنيه، اسعارهم حلوه قوي قوي قوي. جبت كمان الشفرات دي من افوفا اللي على طول بجيبها، اللي هي البينك دي. وكان في اللي هو منهم اللي هو البينك بقى الفاتحه خالص دي، اللي هي للجسم الحساس قوي. بس تقريبا انا ما لمحتهاش او كانت موجوده وانا ما شفتهاش الصراحه يعني. بس انا دي على طول بجيبها، يعني من الحاجات اللي هي الحلوه، بتعمل شيفنج حلو جدا ومش بتحسس الجسم خالص. دي بالنسبه لي حلوه قوي. جبت بعد كده جبت يا جماعه المناديل دي من اللي هي فيلفت، اللي هي دي. بصوا المناديل دي فيها 100 واحده، 100 منديل، وسعرها 55 جنيه. عليها حلوه يعني. مش تعالوا نفتح كده منديل، مش من النوع اللي هو بيفرول او بيعمل اي حاجه. بصوا بصوا المنديل عامل ازاي، شايفين؟ بصوا. فتقريبا المنديل بتاعها حلو جدا. يعني انا ما بحبش خالص المناديل اللي هي تقعد بقى تفرول وتعمل كده، بكرههم جدا حرفيا، بكرههم ورخمين جدا اصلا. اول ما بتحطي عليها المزيل الميك اب حرفيا بتفرول بقى، اول ما بتمشيها بس على وشك بتلاقيها بتفرول بقى وبتبقى رخمه جدا. بعد كده طبعا انتوا عارفين ان انا بقالي فتره كبيره جدا جدا بستخدم الغسول بتاع اللي هو ستارفل. فانا رحت جبت الغسول ده من فلوريش. كان سعره ب 220 جنيه. الغسول ده بيقولوا عليه حلو جدا جدا جدا. هقول لكم ليه بقى. اول حاجه الغسول ده فيه فيتامين B5، فيه فيتامين اي، وكمان فيه جليسرين. بيقول لكم ان هو فيه لاكتيك اسيد 2.5%، وفيه كمان ساليسيليك اسيد. فهو بينظف البشره حلو قوي قوي قوي. وسمعت كذا حد بيعمل عليه ريفيو حلو جدا وبيشكروا فيه جدا. طبعا انا زهقت خالص من ستارفل. هو ستارفل طبعا يا جماعه انا بالنسبه لي حلو قوي قوي قوي، ولكن قلت من باب التغيير عشان حاسه ان انا زهقت. انا مخلصه منه علب كتير جدا. اخر كام حاجه بقى معانا. جبت مسك الطهاره ده اللي انا بقول لكم عليه، بس المره دي جبت بالتوت. انا دايما بجيب بالرمان، يا بجيب اللي هي الريحه العاديه اللي هي الساده خالص، اللي هي ريحه النظافه خالص دي. اخر بقى حاجتين معانا جبت دول. جبت الليب جلوس ده من هقول لكم من ساندرا، بس الدرجه بتاعته 131، اللي هي الدرجه البينك شويه، اللي هي مديه للكشمير كده شويه. بصوا هي دي بتبقى الدرجه بالظبط. تعالوا اوريكم الابليكيتور بتاعتهم حلوه قوي قوي. بصوا ده بيبقى شكلها وده الدرجه، شايفين؟ حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم انا استخدمتهم حلوين قوي بغباء. ده حلو وده تحفه. ده بقى من براند اسمها منايا او حاجه على حسب ما تطلعوا، مش عارفه. انا اول مره اجيب اصلا البراند دي. بس عايزه اقول لكم بقى على حاجه. هي جزء مات وجزء ليب جلوس، فهي حلوه. وكان سعره تقريبا ب50 جنيه او ب60 جنيه. حلوين جدا جدا جدا. انا جربت الاثنين. عايزه اقول لكم الاثنين حتى لما بتاكلي وبتشربي بيسيبوا هنت كده خفيف قوي على الشفايف، فهو حلوين قوي 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 قوي.
فدول كده كل المشتريات اللي انا جبتها، مبسوطه بيهم جدا جدا جدا. اخر حاجه بقى معانا بس هي بره الحوار، جبت بخاخه ميه يا جماعه، عشان البخاختين اللي انا جبتهم قبل كده اتكسروا وباظوا مني. اكتر بخاخه يا جماعه مش بتعيش معايا، فانا جبتها تاني عشان ما فيش غيرها اوريدي، كانت ب20 جنيه، فجبتها وخلاص عشان فعلا بجد بحتاج بخاخ جدا لشعري زي ما انتم شايفين كده. بستخدم بخاخ كتير عشان شعري بيبقى لازم يبقى غرقان ميه وانا بعمل له ستايلينج. فبس كده، قولوا لي بقى في الكومنت انتوا متحمسين لانهي برودكت انا استخدمه على طول. طبعا انتوا كده كده عارفين اصلا الشامبو رايي فيه، انا مخلصه منه ازازه، فهبقول لكم رايي بقى في البلسم بتاعهم. حلوين قوي قوي، الاسعار دي حلوه جدا، دي اسعار عروض مش اسعار اللي هي نفسها، لا دي اسعار العروض على فكره. المحل ده بيعمل عروض كتير جدا جدا جدا، ودايما يوم خميس وجمعه عندهم عروض بجد. اللي عايز يروح يفلس يا جماعه يروح يفلس عندهم، بجد بجد من المحلات الحلوه جدا. وعندهم كل حاجه ممكن تخطر على بالكم، اي حاجه حرفيا، اي حاجه حرفيا هي موجوده عندهم بقى، من ميك اب، من سكين كير، من حاجات الجسم، من حاجات الشعر، من حاجات البشره. بصوا عندهم كل حاجه، الميك اب الاوريجينال واللي مش اوريجينال، وبصوا الهاي كوبي ومش الهاي كوبي، كل حاجه حرفيا موجوده. كل حاجه متاحه حرفيا، متاح زي ما قلت لكم كده اللي هو شحن محافظات، ومتاح عندهم توصيل بقى في اي مكان بقى. فبس كده يا حلوين، اكتبوا لي تحت في الكومنت انتوا متحمسين لايه. انا بصراحه من وجهه نظري انا متحمسه اكتر ان انا استخدم بتاعه الاي شادو، لان دي انا هموت عليها. بصوا يا جماعه الترطيب، بصوا اللي هو بتاع اللوشن اللي هو بتاع الكرباميد، بصوا شايفين ايدي، بصوا ايدي، بصوا انا متحمسه جدا المره دي، المشتريات غير اي مشتريات بصراحه، متحمسه لها جدا وحلوه قوي، وبصراحه جايباهم باسعار كويسه. انا عايزه اقول لكم ان انا جايباهم باسعار كويسه جدا جدا. وعايزه اقول لكم انا والله في حاجات كتير جدا ناقصه من عندي، بس انا جبت الحاجات اللي انا فعلا عايزه اجيبها. وان شاء الله شويه كده نروح نعمل مشتريات تاني ان شاء الله قبل ما الشهر ده يخلص، يعني ربنا يستر بجد الميزانيه باظت. وبس كده يا حلوين، لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. يلا باي باي.